السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم في نقطة المدرب الأهلي اللي جاي أجنبي ولا مصري. في الغالب الفكرة دلوقتي عند الإدارة اللي هو مصري، والدليل إن الجمهور يهاجم حسام البدري في المدرجات في ماتش إنبي اللي فات. حسام البدري بعديها على طول بيوم يقوم منزل اعتذار أو يطلع مع مدحت شلبي ويقول اعتذار للجمهور ويفضل يبرر على المواقف اللي حصلت. وانا ما رضيتش ادرب الزمالك، كذاب. كان قريب ان هو يدرب الزمالك لولا ان هو الجهاز الفني بتاعه قالوا لا انت الجهاز هيبقى زملكاوي. وبيراميدز انا مش عارف، كل ده حوارات. بعيدا عن ده كله، مفيش مدرب مصري ينفع يدرب الاهلي في الوقت الحالي. مفيش. لا كابتن علي ماهر، كابتن علي ماهر مدرب كويس وعامل اداء كويس مع كل الفرق اللي مسكها، لكن بص على علي ماهر في وقت المنافسه لما هو بيلعب كويس، طول ما هو مش عليه ضغوط. اول ما يتحط تحت ضغط ويبقى بينافس بيتغلب. كل ماتشاته يعتبر اتغلبها. فكابتن علي ماهر مش شايف مدرب الاهلي. كابتن حسام البدري يا جماعه ده كان معاد علي معلول بيلعب صبري رحيل. كابتن حسام البدري كان معاد بركات وابو تريكه كان بيلعب دكه وبيلعب نهائي افريقيا. وما تقوليش دي قوه شخصيه، معلش. ابو تريكه ينزل يخلص لك الماتش وبعد كده طلعه لو هو مش قادر يكمل 90 دقيقه يعني. لكن بما انك عايز مدرب مصري، طب ما تجيب كابتن محمد يوسف، الراجل حبيبك والراجل من الناس اهل الثقه عند الاداره، فجيبه بقى. ما هو ده واخد افريقيا وكان بيدوس على الزمالك كل ماتش وكل حاجه. يلا بالمره. مدرب الاهلي الجاي لازم يكون مدرب اجنبي، لازم يكون مدرب اجنبي. مش لازم مدرب يكون بياخد ب 300,000 دولار و500,000 دولار. فايلر لما كان جاي الاهلي ما كانش حد يعرفه. مانويل جوزيه لما كان جاي الاهلي اسمه كان كبير في البرتغال، بس مش اسم منور يعني. احنا عايزين مدرب شخصيه قويه، امكانياته الفنيه كويسه، يقدر يدير فريق في نجوم. الموضوع بسيط، انت لو دورت هتلاقي، وهتلاقي بمبالغ اقل من اللي انت بتجيب بيها بكتير. يعني السبوبه بتاعت اداره التعاقدات الله يكرمكم 200,000 دولار و300,000 دولار بقى سهلين عندكم، وتكتبوا شروط تعجيزيه كانكم بتربطوا النادي بحبل عشان ما يقدرش يفك من المدرب. يعني ده اللي جاي، اي مدرب جاي انت جاي تدرب النادي الاهلي، جاي تدرب النادي الاهلي اكبر نادي في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. يعني انت لو جيت دربت الاهلي شهرين هيجي لك في الخليج عروض بارقام مهوله. يعني هو اللي كسبان، فانت في التفاوض ليه قاعد مكسوف؟ ما تتفاوض يا حبيبي. انت تفاوض كده انت بثقه، انت النادي الاهلي بتفاوض باسم النادي الاهلي. يا اما تقعدوا في البيت وخلي وكيل لاعبين زي نادر شوقي هو اللي يتفاوض، وهيجيب لك المدرب اللي انت عايزه بمبلغ نص المبلغ اللي انت حاطه. فرجاء بلاش مدرب مصري، عشان يعني ايه، هي العمليه باينه قوي. ايه ده الجمهور هاجم البدري، طب خلي البدري يطلع في الاعلام ويعتذر ويبرر. باينه قوي ان هو انتوا خلاص اخترتوا البدري. فكفايه بقى دوس على المبادئ، وكفايه يعني تنشيف دماغكم ضد الجمهور زي احمد عيد، وان انتوا تتعاملوا مع المصري تاني. وهو احمد عيد قاعد الباك اليمين بتاعك الاساسي لما توقف ما لعبتوش. يعني يا ريته كمان فلته ده ما لعبتوش. فان شاء الله كده الموسم يخلص على خير ونخلص من تروب، والمدرب اللي جاي ان شاء الله يكون اجنبي. والرساله هتوصل باذن الله في الماتش الجاي، ماتش المصري برضو من الجمهور. وعلى السوشيال ميديا الرساله واصله للاداره، حتى لو طلع تاني كابتن حسام البدري اعتذر، لا مش عايزينه. احنا مش عايزينه يا سيدي، بعيدا عن المبادئ. فنيا مش عايزينه، فنيا شايفينه قليل. شكرا ونتقابل على خير ان شاء الله.